صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو فيه. وحشتوني جدا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان فضل عليه اول من شهر. متحمسه جدا جدا للفيديو بتاع النهارده لان هو ليه علاقه برمضان وهيعجبكم قوي ان شاء الله. الفيديو النهارده في مصر الجديده في النزهه. انا رحت ازاي؟ رحت باوبر، ركبت اوبر، نزلت مصر الجديده شارع النزهه. بتكتبي كده في اللوكيشن بيطلع لك. هي النزهه يا جماعه عامه بعد روكسي، تمام. لو هتروحي مواصلات فهو في مترو ليها، بتركبي مترو الخط الاخضر، بتنزلي محطه هشام بركات وبتطلعي من المحطه خالص، بيبقى فيه سلم بتعدي الناحيه التانية من السلم ده. زي سلم كده اللي هو السلام اللي هي بتعدي الناحيه التانية بقى، بتعدي الناحيه التانية بتدخلي شارع اسمه محمد سلامه، اللي هو الشارع ده اللي على ايدنا اللي انا مصوراه ده. الشارع ده بقى مليان محلات ادوات منزليه، مليان محلات زينه رمضان، مليان كل حاجه انت عايزاها بجد. فهو في حاجات تحفه جدا. تابعوا الفيديو للاخر هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للشانل او اشتراك في القناه، وشجعوني كتير جدا عشان الفتره اللي جايه انا هنزل لكم فيديوهات ليها علاقه برمضان وليها علاقه بالعرايس اللي بتجهز، الرفايع بقى، الاجهزه، الادوات المنزليه، هتعجبكم جدا جدا جدا. بالنسبه لي النزهه دي طلعت اختراع، انا ما كنتش رحتها قبل كده، دي اول مره اروحها معاكم. بس الشارع اللي انا هدخله دلوقتي يا جماعه ده اللي قلت لكم عليه، فيه محلات كتيره قوي. اول حاجه التوربيني، محل التوربيني. المحل ده ناس كتيره جدا نزلته، بلوجرز كتيره صوروا ريلز ليه، فانا كنت حابه ان انا اروح واشوف. فاول حاجه زي ما انا مصوراكم دلوقتي كده، ده طقم يا جماعه سفره. بيحتوي من ايه؟ بيحتوي من رانر، الرانر اللي احنا بنحطه، و6 كوسترز، الكوسترز اللي هي بتتحط على السفره. الطقم ده سالت الراجل قال لي 250 جنيه. طبعا الاشكال ديت جديده، ما كانتش موجوده اصلا رمضان اللي فات، وانا السعر ده بالنسبه لي كويس، لان انا لما بسال عليهم اونلاين بيقولوا لي بحوالي 400 جنيه 300 جنيه. فيا جماعه الاسعار عاليه جدا اونلاين. هناك بقى مش هقول لكم ان كل المحلات بتبيع باسعار يعني متوسطه، لا، انت هتدخلي يعني بصوا الشارع ده اصلا انا قلت لكم عليه، على ايدك اليمين وايدك الشمال هتلاقي محلات كتيره جدا، تمام. فانت هتدخلي محل هتلاقي مثلا المحل ده قالك ده مش عارفه قطعه ايه ب70 جنيه، هتدخلي المحل اللي بعده هتلاقيه برضو قالك ب70 جنيه، هتدخلي المحل اللي بعده هتلاقيه قالك مثلا ب60 65 جنيه. فما تدخلوش محل واحد في الشارع وتكتفوا، لا، هو الشارع ده نفسه مليان محلات كتيره قوي، فانت تلاقي اسعار عاليه واسعار واطيه، يعني نفس القطعه ونفس الشارع بس محلات مختلفه، بس كل محل مش بيبيع بنفس السعر، لا، هتلاقي ناس عاليه جدا وناس واطيه وناس متوسط. فانتي ادخلي دوري كتير في اسعار كلها حلوه. انا عن نفسي لقيت في اسعار حلوه جدا. اول حاجه المجات ديت منتشره جدا اونلاين وناس كتير قوي بيجيبوها، اللي هي بغاطة خشب. فانا سالت البنت قالت لي ان مثلا اللي هو بغاطة خشب طويل كده ومربع، قالت لي ان هو بحوالي باين كان 175 جنيه. فسعره الصراحه حلو على الجوده بتاعته. الجوده بتاعت الحاجات كلها هناك الصراحه حلوه جدا. يعني عايزه اقول لكم الاسعار لو عاليه على حاجه فده عشان جودتها. انت لو رحتي العتبه، رحتي خياميه، رحتي الاماكن التانية الغورية مثلا، هتلاقي حاجات حلوة واسعارها حلوة، بس يعني الجودة بتاعتها مش حلوة. وممكن تلاقي هناك حاجات عالية اسعارها عالية بس الجودة بتاعتها برضو مش حلوة. فهناك الجودة بتاعتهم انت لما تمسكي الحاجات ولما بتحسي بيها بتشوفي ان هي حلوة جدا. بس ففي اسعار زي ما قلت لكم منخفضه، اسعار عاليه، بس محلات بتختلف. انت تدخلي كذا محل هناك هتلاقي بجد اسعار حلوه ان شاء الله، وهترضي باذن الله كل الاطراف. ده غير بقى اللي موجود حاجات جديده جدا. الكوبايه دي مثلا بلاستيك، دي انا كنت شفتها في مكان تاني وسالت بنت عليها قالت لي بحوالي 30 جنيه. ففي منها الوان كتيره جدا. مثلا طقم الثلاجه دوت اللي هو 3 قطع ده ب 200 جنيه، وبرده زي ما قلت لكم البلاستيك بتاعه حلو جدا ويعني متين وحلو. ف مثلا دي كانت بتاعه التويلت، سالت البنت برضو قالت لي ب 25 جنيه 30 جنيه. عجبتني قوي الفكره بتاعتها، هي سيليكون يا جماعه، ماشي. بس كده. فانت هتلاقي اسعار حلوه، اسعار واطيه، بس انت اهم حاجه الشارع دوت ادخلي كل المحلات اللي فيه، هتلاقي فيه محلات كتيره. في محل هندخله مع بعض اللي هو التوربيني دوت، في محل هناك برضو في نفس الشارع اسمه اول سيزونز، وفي محل البطل، وفي محل روما. في محلات كتير قوي في نفس الشارع دوت، هو على ايدك اليمين وايدك الشمال هتلاقي محلات، فاهميني، في نفس الشارع. فانت مش هتحتاجي تطلعي تلفي كتير بتاع، لا، هو نفس المكان بس محلات كتيره. فانت تدخلي كل المحلات اللي هناك وفي الاخر تقرري تجيبي من المحل الاسعار المناسبه ليكي، بس كده. فمثلا اللي هي البونبونيره ديت بالنسبه لي كانت جديده قوي، شكلها حلو جدا، وطقم التوابل ده برده كان شكله حلو قوي. اللي هي البونبونيره اللي هي الخشب فاتح دي، سالت عليها كانت بحوالي 150 جنيه. فبصراحه عجبتني قوي، شكلها جديد يعني.
بس كده. وبرضه صورت لكم حاجات لرمضان. ده اول فيديو من حاجات رمضان. في فيديو ان شاء الله هينزل اخر الاسبوع، ممكن انزله لكم على يوم الجمعه مثلا، بما ان معظم الناس بتبقى اجازه يوم الجمعه. تشوفوا الفيديو كلكم يعني، فهنزلكم ان شاء الله، ممكن انزلكم الفيديو الجوله الثانيه يعني يوم الجمعه ان شاء الله. والفيديو ده هينزل بتاريخ يوم الاحد، يوم 11 2، او ممكن انزلكم يوم الاثنين يوم 12 2، يعني هشوف كده، بس هو هينزل يعني في اليومين دول. بس كده. فتابعوا ان شاء الله القناه الفتره الجايه، هنزل لكم ان شاء الله حاجات ليها علاقه برمضان، حاجات موجوده هناك تحفه باشكال جديده جدا واسعار كويسه. فلازم تروحوا يا جماعه وتشوفوا هناك، ويعني يفضل ان انتوا تنزلوا الفتره دي، لانه بعد كده قدام بعد اسبوعين مثلا هتلاقوا بقى لا يعني زحمه زحمه زحمه، يعني زحمه جدا. لانه الاسعار، لانه الفتره ديت يعني مش في ناس كتيره قوي. فانتي الحقي تنزلي دلوقتي، يعني في زحمه بس مش الزحمه اللي هي الخنيقه اللي احنا عارفينها دي. الاستندات ديت، في استندات تنفع للمطبخ، تحطي عليها التوابل، تحطي عليها صوصات مثلا، ترتبي عليها الحاجات اللي بتبقى على الرخامه دي. فالاستندات دي كلها مثلا كانت بحوالي في رينج 175 ل 200 جنيه. فهو والحاجات الاصغر، الاستندات الاصغر كانت ب 150 جنيه. بصوا بقى، المعالق الجولد دي انا شفتها ان هي جديده جدا، ما شفتهاش في اي مكان تاني اصلا، وعجبتني جدا لان اي واحده فيهم كانت ب 50 جنيه. فشكلها الصراحه عجبني قوي، كمان الجوده بتاعتها كانت متينه وحلوه قوي، فما تتنيش معاكي، ما تصديش، فهي تحفه الصراحه. في محلات هناك كتيره جدا يا جماعه، انتوا لو رحتوا اي محلات هناك في نفس الشارع اللي بقولكم عليه دوت، هتلاقوا يعني حاجات كتيره قوي، سواء ليها علاقه برمضان، ليها علاقه بالرفايع، ليها علاقه بالادوات المنزليه، ادوات المطبخ، ليها علاقه والله كمان بالتنظيف، كل حاجه الحمد لله موجوده هناك. فانتوا انزلوا هناك هتلاقوا حاجات حلوه قوي باسعار ان شاء الله باذن الله هتوافق الجميع ان شاء الله. وانزلوا بس الفتره ديت علشان تلاقوا حاجات حلوه، والحاجات الحلوه ما تتخطفش بصراحه. هما كده كده لسه منزلين الحاجات الجديده، فعشان كده بقول لكم انزلوا الفتره ديت يعني. بس كده. متحمسه جدا جدا لرمضان، لانه الصراحه في حاجات تحفه 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 انا جبتها، وعايزه اصور لكم فيديو بالمشتريات اللي انا جبتها من هناك من مصر الجديده النزهه. هصور لكم ان شاء الله فيديو جوله تانية بالحاجات اللي انا جبتها. بس يعني خلينا نتابع كده ان شاء الله خطوه خطوه، وباذن الله هنزل لكم حاجات كتيره الفتره اللي جايه. شجعوني كتير وحطوا لايك كتير للفيديو، يعني لو انتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك. الفانوس ده يا جماعه كان ب65 جنيه، بس هو حجمه حلو يعني، والجولد بتاعه لذيذ قوي، وبيدي اشكال تحفه لرمضان، اجواء رمضان بقى وكده. عايزه اقول لكم بقى يعني، سيبكم من حته الشوارع فيها، ان الشارع ده فيه محلات كتيره قوي علاقه بالادوات المنزليه والرفايع والحاجات المطبخ، اللي طبعا العرايس اللي بتجهز وكده ورمضان. عايزه اقول لكم ان طول ما انتم ماشيين في بقى اغاني رمضان وكده، فالاجواء هناك حلوه جدا كمان. فكل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحه والبركه والسعاده عليكم كلكم يا رب، وعلى الامه الاسلاميه كلها، وتفضلوا دايما بخير ومع حبايبكم ملمومين حواليكم، ويا رب ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه ولذيذه معاكم. واتمنى ان شاء الله ان الجوله دي تكون عجبتكم بتاعت الفيديو بتاع النهارده، واستنوا ان شاء الله في فيديو جولات كتيره جايه. الفوانيس اللي هي بتاعت ايكيا دي كانت يا جماعه ب150 جنيه، ب100 جنيه. وبرده اللي هم الجولد دول برده كان 175 جنيه 150 جنيه، بس هو كله على حسب الحجم، يعني على حسب حجم الفانوس نفسه هتلاقي السعر. بصوا بقى، اللي هي الشمع اللي هو الكهربائي ده، اللي هو بلمبه كده بزرار من تحت، احنا عارفين دايما الابيض، بس انا اول مره اشوف الازاز ده، فعجبني قوي فكرته الصراحه. والواحده منهم كانت ب25 جنيه. برضو اللي انا مسكته دلوقتي اللي هو عليه رمضان دوت، برضو كانت الواحده ب25 جنيه مع انها اكبر، وكمان النور بتاعه كان عادي مش نور مثلا اهبل. فالصراحه عجبني جدا الشمع ده، حسيته لذيذ قوي. لو حطيتيه مثلا على الترابيزه تحت التلفزيون، لو حطيتيه على ارفف عندك في الصاله، يعني في حاجات بسيطه هتدي اجواء حلوه جدا رمضان. وكان في برضو الفروع اللي هي الجولد المكتوب عليها رمضان كريم بالانجلش، او مكتوب عليها حاجات بقى ليها علاقه برمضان وكده. كانت برضو في حاجات الفروع مثلا كانت اللي هي بتبقى الكرتون اللي لونها جولد دي، اللي بنشوفها برضو اونلاين كتير، كانت بحوالي برضو 30 جنيه 25 جنيه. فكانت الحاجات حلوه. الكوشنز دي اللي هي بتاعت اكياس المخدات، كانت اسعارها بتتفاوت ما بين 45 جنيه ل 65 جنيه.
فكان اعلى كوشن هناك ب65 جنيه، بس على حسب على حسب برضو الشكل يعني اللي انت هتختاريه. يعني مثلا دول كانوا ب65 جنيه، في بقى محل تاني دخلته لقيت الكوشن فيه ب45-50 جنيه. فانتي يعني على حسب الاشكال اللي انتي عايزاها. بس كده. وكان في برضو اللي هو البوكس بتاع تهاد وتحابو اللي هو بتاع رمضان، اللي هو بيبقى عشان السجادة ومصحف، كان برضو بحوالي 200 جنيه باين. كان في حاجات حلوة جدا جدا جدا. روحوا هناك وشوفوا الاماكن هناك، ولو عندكم اي استفسارات او اي سؤال على الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، واكون يعني فدتكم بقدر المستطاع. ولو عندكم اي سؤال ليه علاقه بالمكان ازاي تروحوا وليه علاقه المحلات نفسها اللي تدخلوها، اسالوني في الكومنتس تحت على الفيديو وانا هرد عليكم. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. رب يكون عجبكم ونال اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل او اشتراك في القناه. بس كده، باي باي.